اليوم سوف أتحدث عن البشر اللي في دمائهم بول الكلاب، مخلوط بدمائهم بول كلاب. هؤلاء الأشخاص يأتوا على أوروبا يلهثون 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 مثل الكلاب، يقعدون سنوات عشان يحصلوا على الجنسية الأوروبية، ثم بعد ذلك يأخذوا جنسيتهم الأوروبية ويروحوا دولة عربية، يروحوا دولة عربية فقط للزيارة. هو عارف انه بعضهم يصرف عليه الحكومة، تصرف عليه السوسيال، يصرف عليه الحكومة، يذهب لدولة عربية ويتغنى بتلك الدولة. واو، اعطونا انترنت بالمطار، اعطونا مدري ايش، اعطونا مدري ايش، مع انه هو يعرف يعني اعز المعرفة انه هذه الدولة لولا الجواز الاوروبي ما دخلته مطارها اصلا. فهؤلاء الناس ما يثمر فيهم الجميل ولا المعروف. وجودهم اصلا باوروبا عباء على الشعب الاوروبي، وعباء على ثقافه اوروبا، وعباء على الثقافه، وعباء على الشعب هنا. فيا اعزائي وعزيزاتي، هؤلاء الاشخاص يروح يطبل لهذه الدوله. انا لا، ما عندي مانع انك تطبل، طبل كلك لقمة عيش بمطعم ببلاش، او اعمل لك علاقة مضروبة ببلاش، او اعملي لك انت علاقة مع اي مسؤول او مع اي واحد ببلاش، ما عندي مشكلة، هذه حريتك الشخصية. بس ليس على البلد اللي منحتك الحقوق والحرية، والذي منحتك الجواز اللي في يدك ورفعت قيمتك، مع انه انت اصلا بلا قيمة ولا قدر، ولا اصلا راح تكبر قيمتك لا بالجواز الاوروبي ولا بغير الاوروبي. فهمت يا عزيزي المطبل؟ فلكن لا تطبلوا على حساب اوروبا. او باوروبا ما في حياة، باوروبا ما في مدري ايش، او شوفوا كيف شو. نو واي. انت اللي اصلا مالكش قيمه، وما اندمجت في المجتمع الاوروبي، ولا طلعت ولا جيت ولا خرجت. انت اللي في الحضيض، دائما راح تبقى في الحضيض. طبل، ما عندي مانع، بس ليس على حساب الدوله الذي رفعت قيمتك يا بلا قيمه وبلا اصل. مو غلطانه عليكم دول الخليج، دول الخليج مو غلطانه عليكم عندما اصلا منعتكم من دخول اراضيها وما خلتكم تاخذوا والله مو غلطانه عليهم دول الخليج عندما لا تشرف تعطيهم جنسيتها. دول الخليج ما تعطي جنسيتها احد، ولا استقبلتهم اصلا كلاجئين، لاجئين حتى ما استقبلتهم. لان تعرف تماما دول الخليج انه هؤلاء الجنسيات تعرفوهم من الجنسيات اللي اتكلم عليها، وهؤلاء البشر ما يثمر فيهم، ما بيجدوا منهم الا الشر والتخريب الا من رحم ربي. انا هنا لا اعمم، لأن التعميم لغة الجهلاء، في منهم الطيب، في منهم الذي يذكر الخير والمعروف، وفي منهم الكريم، وفي منهم الناجح في حياته، وفي منهم، ولكني أتحدث عن الأغلبية القحلط. أنا أسميهم القحلط، قحلط القوم. يروح له على دولة عربية هناك عشان يسوي له إعلان، وعنده كم تابعين، يروح عشان يسوي له إعلان لبسطة خضار، ولا لبسطة لعربية بطاط، ويلا تطبيل 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 تطبيل. ناسح عزيزي الخايس القحلطي انه اصلا ما دخلتك هذه الدولة الا بجوازك الاوروبي اللي انت اصلا رحت تطبل على حسابه، واصلا ما فتحت فمك وما قدرت تتكلم بحرية وديمقراطية إلا بجوازك، ولولا جوازك أصلا ما قدرت تتكلم. ولو أنت بدولة من هذه الدول اللي تتغنى وتطبل من أجلها أنك ما قدرت حتى تقول رأيك، مجرد قول رأيك اليوم الثاني بالسجن. ناسي من اللي خلى لك كلمة أصلا ورأي، وأنت أصلا بلا كلمة ولا رأي. ناسي إنك اليوم الحرية اللي تتكلم فيها على حساب دولتك، لأنك تعرف إنه في بلدك اللي تحمل جوازها الأوروبي فيها حرية وديمقراطية ما راح يعاقبك على الكلام. ناسي إنك لو كنت بهذه الدولة اللي تطبل لها، دبي أو غيرها أو غيرها أو غيرها، إنه ما راح يعني كلمة واحدة ممكن تدخلك تضيعك خلف الشمس. الله يلعنكم، الله يلعنكم. ناس